مساء الخير. عارفين ان مصر بتستقبل عشرات الانواع من الطيور المهاجره اللي بتيجي من اوروبا لتنزل ارض مصر وتتمتع بمناخ مصر الدافي في الشتاء، ومصر بتبذل جهد كبير جدا لحمايه الطيور. النهارده في حلقتنا هنتكلم عن سر خطير جدا، سر كوني خطير، وهي ايه؟ سر هجرة الطيور لمصر، وخاصة في فصل الشتاء. بعد الفاصل هنتعرف على السر ده وامتى وايه انواع الطيور المهاجرة دي اللي بتيجي لمصر. بعد الفاصل تابعونا. السر اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في حلقتنا وهو سر هجرة الطيور لمصر. الحقيقة بعض الأنواع وأنواع كتيرة جدا بتجيلنا بتوفد من أوروبا لمصر، وده بسبب تغيير المناخ. الحقيقة أسباب هجرة الطيور هو البحث عن مكان ملائم للعيش، إنها تتعايش في مكان ملائم والحصول على طعام. وبيبتدي موسم هجرة الطيور لمصر من 15 أغسطس حتى أوائل نوفمبر. بتعود إلى أوروبا خلال الفترة من 15 مارس حتى 25 مايو سنويا، وبتعتبر أسوان المشهورة جدا في مصر بجوها الأكثر دفء في الشتاء، ومن الأماكن المتميزة جدا لهجرة الطيور من أوروبا ليها. الحقيقة كمان في مصر في الوقت الحالي عندنا حوالي 460 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة بتمر داخل مصر من خلال موسم الهجرة. أكتر من 100 نوع من الطيور، بعضها بيتجه ناحية الصحاري وقسم منها نحو المية. سنة 2001 لحد اللحظة دي تم رصد 145 نوع من محمية سالوجة وغزال بأسوان. ظهور أنواع جديدة جدا من العصافير بألوان متنوعة ما كانتش موجودة في السابق، وصل عددها ل90 نوع. سبحان الله. بعض الطيور بتفضل إنها تهاجر من أوروبا إلى مصر وتقيم فيها خلال فترات الهجرة، زي مثلا البط الزرقائي وطائر الفلامينغو. لكن في انخفاض في عدد كبير من البط انخفض عدده وانكمش عدده قل في مصر من الطيور المهاجرة، زي البط المولار. في بعض أنواع كمان مهددة بالانقراض، زي خوضيات الماء واختفاء البجع بعد ظهوره بكميات في السنوات الأخيرة. علشان كده مصر بتسعى جدا إنها تحافظ على الطيور من الانقراض، والطيور الموجودة حاليا بتحاول إنها تحافظ عليها. الحقيقة زي ما قلنا إن الطيور المهاجرة من أوروبا لمصر ليها مسار محدد، ما بتكونش بتيجي بشكل عشوائي كده. زي مسارها الحقيقة من خليج السويس المتفرع من البحر الأحمر شرق مصر، ومن أهم مسارات الطيور المهاجرة، وبتمر أكتر من 30 نوع بيمر من الطيور الحوامة، زي الجوارح واللقلق والنسور. كمان الحقيقة الطيور بتعتمد على طيارات الهواء الساخنة للطيران، أما طيور المية الحقيقة بتمر جوا بنظام الرفرفة، متخذة طريق البحر المتوسط وتزيد على 100 نوع. سبحان الله إن الكون مليء بالأسرار، واللي بيتأمل في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى بيلاقي أسرار رائعة جدا وأسرار تاريخية كبيرة جدا. ومصر دايما أرض وسماء وبحر زاخرة بالكنوز. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة.